بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا أحمد سر الذات ولوح التشكلات وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله العلي الكبير المنزه بصفاته وذاته عن المشابهة والتصوير وجميع صفات النقص والتعوير، الجامع لصفات الكمال والحضور، والصلاة والسلام على نبيه الشاكر المشكور الطاهر المبرور المبلغ عن الله تعالى في حالات البطون والظهور، وعلى آله الأطهار ذوي الصدق وكامل الاعتبار. أما بعد، فحقيقة ما عساني أن أقول في استفؤاد الشاوي الصفار الذي هو رجل حقيقة فريد من نوعه. هو رجل صاحب خلق نبيل وحس مرهف راق ومتميز، ليس فقط في الجانب الصوفي كما عهدناه في الزاوية الكتانية، بل وكذلك في الجانب الفني. ولا يمكن أن أعطي شهادة في هذا الباب لأنه عبد ربه ليس مؤهلا لأن يعطي شهادة في باب الفني، وإنما ما يمكنني أن أقوله بخصوص هذا الهرم من هرمات مدينة مكناس والمغرب كذلك، فبعجالة هو كما عهدناه لطيف المعشر، حسن الخلق، بتواضع لا مثيل له، حيث أنه سواء داخل الزاوية أو خارجها وفي كل وقت وحين هو في خدمة من حوله بشكل منقطع النظير وفي تواضع كما قلت، يعني جد متميز. وكما يقال: من تواضع لله رفعه، وليس كل امرئ يتميز بهذا الخلق الرفيع. فصفاء قلب هذا الرجل هو من رقي أخلاقه، وجمال قوله هو من صدق إحساسه، وجميل صنعه هو من وحي الإخلاص. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى لخالقه، وكذا إخلاصه للخلق. فهنيئا لهذا الرجل الذي يحمل هذه الخصال والذي يحمل هذا القلب، وهنيئا لكل من حوله من سواء من الأسرة المقربة أو من العائلة الكريمة الكبيرة أو من القرناء والأحباب والأصدقاء. فمهما نطقت كما قلت، مهما ينطق اللسان بالوصف، فإنه يبقى عاجزا ليلم بجوانب شخصية هذا الرجل. فهو أولا هو ذاكرة لمدينة مكناس، وحافظ لتراثها ومعالمها التاريخية المتميزة، وكما يقال رفعة قدره وإلمامه بالجانب الثقافي والجانب التاريخي لهذه المدينة يعطيه تميزا عندما تتحدث معه أو عندما في مجالسته، وهذا معروف عنه، ناهيك عن
أدائه بطبيعة الحال المتميز خلال جلسات الذكر وفي المواسم، سواء على الخصوص بالزاوية الكتانية بمواسمها الثلاث السنوية، أو بمختلف الزوايا. أنا شخصيا أتشرف برفقته وبمصاحبته، خصوصا عندما يتم استدعاؤنا إلى زوايا أخرى أو إلى مدن أخرى. فهو والحمد لله، وهذا ليس بكثير، هذا الوصف ليس بكثير عليه، فهو عمود من أعمدة التصوف بالزاوية وبالتراث الصوفي في هذه المدينة، بل وقام بعديد من الدراسات حسب علمي والبحوث بخصوص التراث الصوفي لهذه المدينة. هناك جانب آخر أريد أن أشير إليه بعجالة، وهو الحس التنظيمي لهذا الرجل، وهو يتميز بحس جد عالي من المسؤولية، حيث أنه وتشرفت بأن يصاحبني في تنظيم المؤتمر الدولي الأول لطب الفم والأسنان بمدينة مكناس، وهو مؤتمر عالمي في مستوى عالي وبحضور عديد من الدول ومن الفعاليات الطبية سواء المغربية أو الدولية. وأوكلت إليه مهمة الإشراف على الطاقم، يعني عدد من المسائل التنظيمية، وخصوصا مهمة الاستقبال، وهو كما قلت في الأول بخلقه وبذوقه وبأدبه وحلو كلامه. فهو يعني رجل يتميز بطابع جد جد متميز، فهو صاحب الابتسامة الرائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وكما قلت قام بدوره على أكمل وجه. وكذلك حتى في تنظيم على مستوى المواسم التي تقوم بها الزاوية بمدينة مكناس. فهنيئا لهذا الرجل بهذه الصفات الربانية التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها. هنيئا لأهله به ولأبنائه، الذي أتمنى أن يحدوا حدوه، وأن يسيروا على مساره وفي مساره، بل وأكثر. فهو القدوة، وهو الأب المربي المصلح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره ولجميع أبنائه ولأبناء المسلمين. وأتمنى المزيد من الاستمرار والعطاء لهذا الرجل المتميز، لهذا الهرم من أهرامات مدينة مكناس. وأسر كثيرا لما حقيقة أراه رفقة الأستاذ المتمكن، الأستاذ العزيز على قلوبنا جميعا في مدينة مكناس، الأستاذ الخمسي عبد الرحيم، رئيس جوق مولاي أحمد المدغري رحمه الله. هذا الجوق الذي حقيقة وبين قوسين هو من درر مدينة مكناس، إنه حقيقة جوق ابتدأ من الثلاثينات ولغاية السبعينات، وأخذ المشعل الأستاذ عبد الرحيم الخمسي وثلة من الجواهر والدرر التي تربي أجيال وأجيال.
وتخرج هي مدرسة كذلك للحفظ وتلقي التراث الأصيل وإخراج هذه النفائس من الأشعار. وللإشارة كذلك فالأشعار الصوفية حاضرة بقوة في أداء هذا الذوق المتميز وهذا الفنانين الكبار. فهم يشنفون آذان المستمعين بهذه المقطوعات الجد متميزة، ويرجعون لمدينة مكناس مجدها وأصالتها وطابعها العريق في كل المجالات التراثية والثقافية والفنية. فهنيئا لنا بهذا الثلة من الفنانين المتميزين وهذه الإخوة. ومساء عمتم مساء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.